عايزه اقول لك في الفيديو النهارده ازاي في الظروف الصعبه اللي احنا عايشين فيها دي ازاي تشتري ذهب وازاي تجيبي سبيكه ذهب وازاي يبقى معاكي ذهب بافكار بسيطه جدا. يا رب تعجبك. بس قبل اي حاجه دي قناتي قناه ام يوسف، يا رب تعجبكم. عايزه لايكات كتير واشتركي في القناه لو حبيتيها، وفعلي زرار الجرس عشان كل فيديو انا بنزله يجيلك اشعار بيه. هنبدا النهارده ونقول بسم الله على فيديوهاتنا. يا رب فيديوهاتنا تعجبكم قوي قوي وتنول اعجابكم، ويلا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. وتعالوا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة بسم الله، ونبدأ ونقول بسم الله. ازاي يا ام يوسف اشتري سبيكة وابدأ بنص سبيكة جرام، وازاي يبقى معايا غويشة، وازاي يبقى معايا خاتم حلو زي ده كده، وازاي يبقى معايا دبلة حلوة زي دي؟ اعمل ايه؟ هقولك في الفيديو ده تعملي ايه. قبل اي حاجة يلا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. وتعالوا نبدأ الفيديو بتاعنا. بصوا يا بنات، اول حاجة خالص عشان نفسك تجيبي ذهب او يعني يبقى معاكي فلوس او تجيبي سبيكة نص جرام او ربع جرام حسب ما انت عايزة، لازم تحطي هدف قدامك. يعني ايه يا ام يوسف؟ يعني ان انا احط هدف قدامي. انا دلوقتي عايزة اجيب غويشة. طب الغويشة دلوقتي مبلغ تقيل كبير، اعمل ايه؟ هقولك. طب الغويشه تقيله، انا عايزه اجيب خاتم البسه في ايديا. طب انا عايزه اجيب دبله البسها في ايديا. طب انا مش معايا كل ده وعايزه اجيب سبيكه نص جرام او ربع جرام في ايديا. قبل اي حاجه لازم تحطي قدامك هدف. احط الهدف قدامي، انا عايزه ابقى حاجه، انا عايزه يبقى معايا فلوس، انا عايزه البس دبله في ايديا، انا عايزه البس سلسله في رقبتي، عايزه. طيب اعمل ايه؟ بصوا يا بنات، قبل اي حاجه احنا جبنا الذهب ده ازاي؟ احنا جبنا الذهب ده بالجمعيه. بمعنى كنا داخلين جمعيه كبيره ب2500 اللي جبنا بيها الغويشه، وكنا قبلها داخلين بالدبله وخاتم، وكان معايا خاتم صغير كنا جايبين بيهم دبله وخاتمين صغيرين، كانت بجمعيه تانية. السبيكه من ال10 جنيه حوشنا حق السبيكه. ايه ده يا ام يوسف؟ معقول كل ده؟ والله العظيم زي ما بقول لكم كده، كان جوزي بيديني مصروف قليل جدا جدا اعيش بيه. كنت بعيش بيه وادبق واحوش واوفر عشان ندفع الجمعيه، نقبض الجمعيه كنت اروح اشتري حته ذهب. طيب انا مش عايزه ادخل جامعات وعايزه ابدا مع نفسي بحاجه بسيطه وحاجه صغيره. ابداي ان انت تجيبي نص جرام في نص جرام. يعني مثلا جبتي نص جرام النهارده، بعد كده جبتي نص جرام، بعد كده نص جرام، بعد كده نص جرام، بقوا 2 جرام اروح افكهم. ده عيار 24، اجيب لي دبله في ايديا، اجيب لي سلسله في رقبتي، اجيب لي خاتم صغير في ايدي. هتبداي واحده واحده وتجيبي. تعملي ايه؟ تحوشي من مصروف بيتك. بمعنى عارفين حبه الصابون دول توفري منهم، عارفين حته السلك دي توفري منها، عارفين يعني اطبخي مثلا مرتين في الاسبوع والباقي تقضيهم بقى فول بقوطه رز بعدس. عيشي على قدك عشان توصلي للهدف اللي انت عايزاه. اما انت لو ضيعتيها على الاكل والشرب والخروج والفسح والبرفانات والمكياجات والكلام ده، مش هتعملي حاجه في دنيتك. مش هتعملي حاجه في دنيتك خالص خالص خالص، وهتندمي وهترجعي تقولي ده بصي دي جابت ودي جابت وانا اللي بصي مش عارفه ايه. طب وليه؟ اعملي لنفسك هدف قدامك، واعملي لنفسك ان انت عايزه تلبسي ذهب. دخلت الجمعيه وعشت على قدي، وعشنا ظروف صعبه كتير قوي قوي مرت علينا، وكنت بعيش ببصوا بحاجات بسيطه فوق ما انتوا تتخيلوا لحد ما عملت ده. ولسه هنعمل ان شاء الله باذن الله. عايزه اجيب غويشه تانية، وعايزه اجيب لي خاتم تاني، وعايزه اجيب سلسله في رقبتي، وعايزه اجيب كمان واحده زي دي احطها عندي في قلب علبه الذهب كده. لازم تحطي هدف قدامك وما تبصيش لحد. ما تقوليش ده جارتي جابت النهارده لحمه وانا مش عملتش لحمه ليه. اللي على قدك تعيشي بيه، اللي على قدك تعيشي بقى. انا حاطه هدف قدامي عايزه اوصل له. انا عايزه احط هدف قدامي، انا عايزه اجيب خاتم ذهب، انا عايزه اجيب دبله ذهب، انا عايزه اجيب سلسله في رقبتي، انا عايزه اجيب حلق لبنتي في ودنها، وحلق ليا في ودني. اجيب للي انا الحاجه اللي انا حطها قدامي، وما تبصيش لحد. ما تبصيش لحد. بمعنى احط هدف قدامي، اجيب اللي انا عايزاه، احط هدف قدامي واجيب اللي نفسي فيه واجيب الدهب، وبعد كده يا ستي ربنا بقى يحلها واروح ايه جايبه اللي نفسي فيه. وما تحرميش نفسك، ما تحرميش. مش بقولك كده ان انت تمنعي الاكل وتمنعي الشرب، لا. تمسكي ايدك، تلمي ايدك. في مصاريف كده احنا بنضيعها في الهي، في الاكل بتاع بره بنضيعه في الهي. وفري في الكهرباء الانوار اللي قايده على الفاضي والمليان، وفري في الميه، وفري في الغاز، وفري في الصابون السائل اللي كل شويه هات لي كيلو صابون، هات كيلو صابون، هات كيلو. وفري والله يبقى معاكي فلوس. والله هتوفري وتجيبي لك سبيكه نص جرام ب 3300 هتجيبي.
هتجيبي والله. طول ما انت حاطه هدف قدامك هتجيبي. ما حطيتيش الهدف قدامك مش هتجيبي حاجه. عشتي وعماله تضيعي وتفرتكي وهنا وهنا، وخدي يا سدره وودي يا مدره، واللي جاي رايح، والواد ده انا رايح السايبر، والبت هاتي اجيب اسوره، والبت التانيه هاتي مش عارفه اجيب ايه، وانا عايزه سبونج بوب، وانا عايزه مش هتعملي حاجه. مش معنى ذلك بتحرميهم، لا، انتوا تفهميهم احنا ظروفنا 1 2 3 4. احنا ساعات بيجي علينا ايام ما بيبقاش معانا فلوس، احنا ساعات بيجي علينا ايام مش لاقيين، احنا ساعات. فاهمين قصدي ايه؟ فعشان كده بقولك ظبطي حياتك، حطي هدف قدامك، حطي هدف ان انت تجيبي سبيكه. خشي جمعيه وزنقي نفسك، جمعيه ب2000 جنيه انت وجوزك، وزنقي نفسك وهاتيلي غويشه ذهب. خشي جمعيه ب1000 جنيه تقبضي لك 20000 جنيه وروحي هاتيلك خاتم في ايدك. خشي جمعيه ب500 جنيه تقبضيها 10000 جنيه وروحي هاتيلك سلسله في رقبتك. ازنقي نفسك. لما تبقي مطالبه بجمعيه هتحافظي على فلوسك، لما تبقي مطالبه بجمعيه بتدفع هتحافظي على فلوسك، وهتحافظي على قرشك، وهتحافظي باللي ليكي. فيا رب يا رب يا رب تكوني استفدتي مني ولو بحاجه واحده. الدهب ده ما جاش من الفراغ، الدهب ده جه بعد تعب، بعد شقه، بعد معاناه في البيت. واقول لكم عدت المحنه، عدت الحمد لله، وجبت اللي نفسي فيه، وحاسه ان انا مسنوده على قرش ساندني انا وعيالي وجوزي. لو حصل لا قدر الله اي حاجه احنا معانا مبلغ وقدره، ان احنا يعني لو لا قدر الله حصل حاجه يعني نعرف نحل ازمتنا. فاهمين؟ فهو ده الكروت الفكه دي انا مسمياها كارت فكه. يعني انا اتزنقت في 1000 جنيه في 2000 جنيه هنزل افكها، احسن ما ابيع خاتم، احسن ما ابيع غويشه، احسن ما ابيع سلسله، احسن ما ابيع دبله. ده اسمه كارت الفكه. ودي احلى حاجه تجيبيها في البيت، السبايك الصغيره دي حلوه جدا جدا جدا، وبتنفعك بطريقه مش طبيعيه، فيا رب يا رب تكوني استفدتي مني، لان فعلا الحاجات دي والله العظيم يا بنات والله العظيم بتنفع. لو لا قدر الله حصل لك اي حاجه، اي عيل من عيالك حصل له حاجه، انت حصل لك حاجه، جوزك حصل له حاجه، ما تخبطيش على حد وتقولوا الحقني ده انا مش لاقيه، الحقني ده انا لا، حاجتك موجوده. هروح سحبه ده ونازله جاريه عند السايغ، سحبه دي ونازله جاريه عند السايغ، سحبه الغوشه لو حاجه كبيره واجري عند السايغ، الاقي فلوس وقرش مسنوده عليه. ما حدش يذلني، لاني ما حدش هيديكي حاجه، وما حدش هيقف جنبك، وما حدش هيقولك انت فين اصلا. اللي هينفعك نفسك وقرشك وفلوسك، نفسك وقرشك وجوزك وعيالك يعني. فاهمين قصدي ايه طبعا. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، واعملي جمعيه وزنقي نفسك، ولو باقل حاجه، لو جمعيه ب 300 جنيه في الشهر تقبضيها 300 جنيه 3000 جنيه، لو هي 10 اسامي، لو 20 اسم 6000 جنيه، واجيب سبيكه جرام لو 6000 جنيه. طب 3000 جنيه اكمل 200 جنيه ولا 300 جنيه واجيب سبيكه نص جرام واشيلها. مش هاخد ال 3000 جنيه اروح افرتكهم، مش هاخد ال 3000 جنيه واروح اضيعهم، لا، اجيب بيهم حاجه احس ان انا مسنوده عليها، احس ان انا وده كارت فكه زي ما قلت لكم، هقول لكم في كل فيديوهاتي ده كارت الفكه. لو اتزنقتي في 1000 جنيه هتلاقيه، في 2000 جنيه هتلاقيه. وفي على فكره سبيكه ربع جرام، يعني لو انت عايزه سبيكه ربع جرام موجوده السبيكه الربع جرام. فالحمد لله رب العالمين. الواحد بصوا السند ربنا، مش بالذهب بس، السند ربنا بس، دوت حاجه بتخليكي وتحفزك ان انت مطمئنه، لان الدنيا غدارة، تبقى معاكي كويسة وتبقي كويسة وتمام، وفجأة تقعي. بصوا بقى، تقعي في الصحة، تقعي في مادية، تقعي في اي حاجة، وتلاقيش حد جنبك، ما تلاقيش حد، واللي هيبقى جنبك هيقولك كلمتين يواسوكي الف سلامة، يروحوا الف سلامة حبيبتي ربنا يشفيكي شكرا وكان الله بالسر عليم. محدش بيعمل حاجة في الدنيا اكتر من كده، وده حاجة كلنا عارفينها، انا مش طالعة اقول كلام جديد، كله عارف، واكيد انتوا كلكم عارفين بالظروف اللي بتقعوا فيها واللي ما بيقفوش جنب حد. كله عارف الموضوع ده. اللي بيقف جنبك دراعك، ايدك، جوزك، هو اللي يسندك لما تقعي، هو اللي يسندك لما حاجة بتحصل، هو جوزك اللي بيسندك، مفيش حد بيسند. ما تقوليش مش عايزين نتكلم.
على العموم يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم، واكتبوا لي تحت في الكومنتات كلامي صح ولا في حاجه غلط، كلامي صح ولا في حاجه غلط. بس يا رب الفيديو يكون عجبكم، واسيبكم في رعايه الله، مع الف سلامه، واعملي حاجه لنفسك. باي باي.